تخيل ان هي تخلص كده، تخيل ان هي تخلص كده، تخيل ان هي تخلص كده. الحكم حسب ضربة جزاء. لو حسب ضربة جزاء امتى بقى؟ في الدقيقة 97 و55 ثانية، واصلا كام دقيقة وقت بدل ضايع؟ 8. يعني خلاص، هو خلاص الماتش خلص، البطولة خلصت. دي حاجة انا بجد اخر حاجة كنت ممكن اتوقعها، ان الماتش ده يبقى ضربة جزاء للمغرب في اخر ثانية في الماتش. دي حاجه انا ما كنتش متخيلها بجد والله. لا وبصراحه اللاعب بتاع السنغال، ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ ايه الغباء اللي انت فيه ده؟ في اخر ثانيه في الماتش، في اخر ثانيه في الماتش، وتمسك الواد بتعمل له كده، تديله كوع، توقعه كده. ده كان ناقص ينزل يعد عليه ثلاثه، يسلم عليه تسليم يعدي. ايه ده؟ ايه ده؟ مش طبيعي، مش طبيعي ده. طب خلاص بقى، ما من حق طبعا لعيبه السنغال كلها تتخانق معاه، وده بياخد انذار وده بياخد انذار. ما خلاص البطوله راحت. بس بنهايه، بص، اللي حصل ده مش تطبيل للمغرب. انا بكلمك على اللقطه دي، اللقطه دي تحديدا مش تطبيل للمغرب، هي ضربه جزاء. هي ضربه جزاء، واي حكم، اي حكم هيحسبها. انت بتتكلم في وسط كام الف جمهور، كل دول عمالين يصوتوا ويصرخوا عليه. وبعدين ابراهيم دياز اللي عمله ضغط على الحكم ضغط. انا شايف ابراهيم دياز عمال يصوت وعمال روح روح. بجد المنتخب المغرب اللي بيعمله ده مش طبيعي، بجد بيعملوا ده مش طبيعي. عارفين يأثروا على الحكم. هي كده كده ضربة جزاء، بس هم عرفوا. انا حاسس، انا شايف ان الحكم من قبل ما يروح يبص في الفار هو يحسبها، هو يحسبها. مين بقى اللي هيلعبها؟ مين اللي هيلعبها؟ عشان ضربة جزاء. هو ابراهيم دياز هو الواد اصلا ماسكه موقع ابراهيم دياز. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ انت لو في الشارع مش هتوقعه كده. مين بقى اللي يخلص؟ ابراهيم دياز. المفروض بقى ابراهيم دياز يخلصها، يجيبها في الجول. خلاص خلصت. ابراهيم دياز بطل بطل جه بصراحه، هو جه بطل المغرب، جه عمل البطوله وهداف البطوله وعمل كل حاجه في البطوله. يعني هتبقى شكلها حلو، احلى نهايه. الدقيقه 100، الدقيقه 100 و8 8 دقايق وقت بدل ضايع، وكل ده لسه ما لعبناش ضربه الجزاء. بس شكل مش ابراهيم دياز اللي هيشوطها. يوسف النسيري واقف، صلاح الدين واقف، الزلزولي واقف، العناوي واقف. انا شايف كل اللعيبه واقفه ما عدا ابراهيم دياز. وبعدين هم واقفين بيتخانقوا، مندي واقفين بيتخانق معاهم، ماني واقف بيتخانق. مش فاهم هو في خناقه ليه عند ضربه الجزاء، وفي كورتين وكل الحكم ماسك كوره ومندي ماسك كوره. مش فاهم. وجانا جاي 36 لاعب واقفين عند نقطه الجزاء. مش عارف مين اللي هيشوط ومين اللي هيعمل ايه بقى. لا بس بقول لك ايه، نهايه 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 ما تجيش في دماغ اي حد ان هي تنتهي بالطريقه دي. انت فاهم ان هي بتنتهي بالطريقه دي تحديدا، اللي هو خلاص في اخر ثانيه في الماتش ضربه جزاء مش متوقعه. خلاص خلصنا الماتش، خلصنا الماتش. تهر نهايه، نهايه بجد لكل السنغال. تهر بجد. يعني كانوا يكملوا شوط ثالث ورابع، كانوا يخسروا ضربات جزاء، يعني المغرب تجيب جول. انما كده كده في اخر ثانيه ضربه جزاء صعبه قوي 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 بجد. انا لو انا يعني انا منتخب السنغال، انا سنغالي وبشجع منتخب السنغال، لا 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 بجد صعبه 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 قوي. اصعب حاجه ممكن تخسر فيها ان انت تخسر في اخر ثانيه بالطريقه دي، في اخر دقيقه بالطريقه دي، اللي هو خلاص لعيبه السنغال بقى كلها ايه، تتنطط تتشقلب تعمل اللي عايزاه. خلاص يا ضربه جزاء، يا رب نشوطها. احنا داخلين في الدقيقه 102، يا رب نشوطها. هو طبعا حق لعيبه السنغال تعمل كده، بس هي ضربه جزاء. ايه هو بيقول؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دول هينسحبوا. هم هينسحبوا ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهم حاجه. ده مدرب السنغال بيقول لهم تعالوا مش هنلعب، يلا تعالوا مش هنلعب، يلا. ما احنا في الجنينه. والله ايه ده؟ احنا في الجنينه كده. ايه ده؟ ايه ده؟ بنلعب في الغيط. والله احنا بنلعب في الغيط. بيقول لهم يلا تعالوا مش هنلعب، مش هنصد، يلا يلا ننسحب، يلا نروح. هو انتوا معزومين على حجز ساعتين ولا ايه؟ اه والله اهو المدرب بيقول لهم يلا يلا امشوا. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هو المفروض يعني اللي انا عارفه في حاله الانسحاب، في حاله الانسحاب دي 3-0 للمغرب، بتحسب 3-0 للمغرب. والله خدهم وبيمشوا. ايه يا عم انت ده؟ ايه ده؟ ده خدهم مروح بجد. انت ايه يابا؟ ده انت لو عامل حجز في اخر شارعكم مش هتعمل كده. هو قال ايه بقى؟ انا عارف. بص هو قال لك ايه؟ قال لك كده كده هم هيشوطوها هيجيبوها جول، الحكم هيصفر، الماتش خلص.
فانا اخرج بكرامتي، لا بكرامتي ايه، انا اخرج يمكن يحصل اي منكش في الموضوع، بس ايه ده؟ ها وبعدين طيب المشكله ايه؟ ان هو عمال ياخد لعيبته وتمشي، واللعيبه واقفه على الباب مش عايزه تطلع قوي، اللي هو ما بين ايه، تطلع وما تطلع. انا ما شفتش قبل كده نهائي في اخر دقيقه اللعيبه ماشيه. الحكم واقف بقى ايه، الحكم واقف خلاص هيطلع الحزام ويضرب مدرب السنغال باللعيبه كلهم. والله الحكم واقف مش طايق نفسه من العبط اللي بيحصل ده. ما تنجز يا عم مدرب السنغال، هتكمل الدقيقه ديت ولا هتمشي؟ وماني واقف، هم اللعيبه مستنيين ماني. مش عارف، انا مش عارف هم هيعملوا ايه بقى. بس انجزوا هتعملوا ايه؟ يا تكملوا الماتش يا ما تكملوش الماتش. هم واقفين على الباب، واقفين كده في نص الملعب على الباب، اما نشوف هيخرجوا ولا مش هيخرجوا. خلاص هي ضربة جزاء بجد، اللي انا شفته هي ضربة جزاء. وابراهيم دياز بجد قبل ما ابراهيم دياز لعب نفسي على الحكم كويس قوي 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 قوي، اللي هو قبل ما يروح يشوف الفار الحكم رايح عارف ان هو هيحسبها من اللي ابراهيم دياز عمله، والفرقه كلها والجمهور، بس ابراهيم دياز تحديدا لاعب صغير رايح المغرب، تقولش عنده 30 40 سنه، رايح خبره قوه سرعه اهداف تاثير كل حاجه. المدرب بتاع السنغال واقف هو مش عارف بيعمل ايه. هتعمل ايه طيب؟ هو بيقول لك ان الجول بتاع السنغال المفروض يتحسب، لان هم جابوا جول قبلها بدقيقتين ثلاثه ولا كام دقيقه، ما اتحسبش واتحسب فاول على السنغال. يعني مش عارف، انا مش عارف بصراحه اكون في الحته بتاعت الكره بتاعت السنغال دي. هو زقه بس اعرفش الزقه دي تستاهل فاول ولا لا، يعني مش عارف يعني ممكن في ظروف تانية في ماتش تاني، مش في نهائي، في دقيقه تانية في وقت تاني الحكم يحسبها جول وخلاص. انما دي انا مش عارف بصراحه. ايه طبعا تعملوا ايه؟ وليد الرجراجي نزل والمدرب بتاع السنغال نزل واللعيبه من هنا نزلت هتعملوا ايه؟ المدرب خد وليد الرجراجي والمدرب بتاع السنغال واقف يتكلم معاهم، طلعهم بره هما الاثنين، يلا اطلعوا بره، هنكملوا بقى الماتش ولا المدرب تقريبا الحكم خلاص زهق وقرف منهم، اطلعوا بره خلينا نكمل الدقيقه دي، يلا. احنا مش عايزين غير اتنين، احنا مش عايزين غير اتنين من الحفله دي كلها، يعني يتخانقوا. عايزين اتنين، عايزين ابراهيم دياز وعايزين مندي، ده يشوط وده يصد. اتصد ده يخش الشوط الثالث والرابع، جه جول هيصفر، يعني خلاص الدقيقه اصلا 100 داخلين في 106. ها هتعملوا ايه؟ انا زهقت. يلا يا عم، هتشوط الكوره ولا مش هتشوط الكوره؟ يا تنسحب يا تمشي يا تاخدهم وتروحوا. والله هتاخدهم وتروحوا يا يقف. مذبذب، هو مذبذب مش عارف يمشي ولا ما يمشيش. الحكم والله العظيم واقف بيبص لبتوع السنغال مش طايق نفسه. دول ماشيين ماشيين ماشيين، مدرب السنغال ماشي بجد واللعيبه ماشيه. مندي نازل، مندي نزل، مندي واللعيبه نزلوا، مندي نزل واللعيبه نزلت. ايه ده؟ ايه ده؟ الله الله الله، ايه التهريج ده؟ ماني هو اللي واقف لوحده بياخدوا ماني، ماني كمان ماشي. دول مشيوا خلاص، دخلوا ممر ومروحين. ماني الوحيد اللي لسه واقف والمدرب. واضح ان هي ما فيهاش ماتش خلاص، ما فيهاش. ماشي، طب هما ماني هيعمل ايه؟ ما هو ماني بقى خلاص لو مشي خلاص. المغرب كده ال 11 كلهم واقفين في الحكم هيحسب ايه بقى؟ الحكم هيحسب ايه؟ انا ما شفتش كده بجد، يعني ما مش عارف في بطولة مهمة قوي كده وفي النهائي في اخر دقيقة الفرقة التانية تمشي، ما شفتهاش. حصلت زيها قبل كده يعني، بس ماني بيقول لهم ارجعوا ولا امشوا. ماني بيقول لهم ايه؟ ماني بيقول لهم يرجعوا ماني تقريبا بيقول لهم ارجعوا، بيقول لهم ارجعوا، ايوه ارجعوا. بس بقول لك اقسم بالله لو رجعوا ماني ده ذكر،
يعني تخيل يعني المدرب نزلهم كلهم مشاهم، ماني هو اللي بيرجعهم كلهم، ولا ماني مش بيرجعهم؟ انا شايفه عمال يقول لهم تعالوا تعالوا ارجعوا. غالبا ماني بيرجعهم، ماني اللي هيرجعهم. بجد ما فهمتش اللي حصل. المدرب بيقول لهم امشوا امشوا، وماني يرجعهم، وماني يرجعهم. بجد بجد ده تصرف بقى، ده اللي غريب، اول مره اشوفه في حياتي. ده ما بيحصلش. المدرب يمشيهم، ماني يرجعهم، كابتن الفريق يرجعهم. كابتن الفريق هو اللي بيرجعهم، قال لهم ارجعوا. قال لهم ارجعوا، اصل ان هم لو مشيوا خلاص الحكم يحسب ان هم خسرانين 3-0. ده اللي انا عارفه، ده اللي المفروض يحصل. يعني فريق انسحب خلاص 3-0 والبطوله للمغرب، خلاص ما فيهاش بقى. ويقدموا شكوى للفيفا والماتش هيتعاد بعد ماتش مصر والسنغال اللي احنا عارفينه. ده اللي هيحصل. انما كده على الاقل عندهم فرصه ان ضربه الجزاء تتصد. عندهم فرصه ضربه الجزاء تتصد. يلا ها هتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ هو ماني نده على اللعيبه تاني، نصهم طلع ونصهم لا. ده ماني نازل، يا نهار ابيض. ده ماني نازل، نازل راجع يجيب اللعيبه. اه والله ده ماني خرج بيجري رايح يجيب اللعيبه من تحت، تقريبا دخل اوضه اللبس ماني رايح يجيبهم. الحكم بيصفر. الحكم بيصفر، هيصفر هيعمل ايه؟ الحكم بيصفر، هيصفر ايه؟ ايه؟ الحكم هيحسب ايه؟ هو غالبا والله والله العظيم ماني ده ذكر. ماني ده ذكر رجع اللعيبه كلهم. كلهم. في مندي، ومندي رجع، كله رجع. والله العظيم ثلاثة. ماني ده ذكر. المدرب ده هلهولة، سيبك من المدرب بتاع السنغال ده هلهولة خلاص باللي حصل. المدرب ده هلهولة، سيبك منه. ده انا شايف بجد اتحاد السنغالي بعد ما يخلص ده خلاص، يعني ده خلاص. انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل، بس ماني ده انا ما شفتش كده في حياتي بجد. يعني ليهم حق يتعاملوا في السنغال ان ماني ده بطل او احسن لاعب في تاريخ السنغال. مش كوره بس، مش كوره بس، كوره وتاثير ولعب وكل حاجه. كل حاجه بجد. يعني انا شايف ان الماتش ده من غير ماني كانت اللعيبه دي هتمشي. مفيش راجل في الملعب ليه كلمه. ومندي خد انذار، ما اعرفش خد انذار ليه. اكيد في 300 الف حاجه ممكن تخليه ياخد انذار في العبث اللي حصل ده، بس هو خد انذار دلوقتي. نقول تاخير لعب مثلا، عشان تاخير لعب ربع ساعه. احنا داخلين في الدقيقه 111. 111 يعني احنا بقالنا 13 دقيقه في القصه دي. يلا مين بقى اللي هيشوط؟ يا رب بقى. ياه انا نسيت ان كان في ضربة جزاء اصلا. انا نسيت ان كان في، انا دخلت في ماني وفي القصة وفي اللعيبة، نسيت ان كان في ضربة جزاء. هيشوطوا ضربة جزاء. يا نهار ابيض لو اتصدت. يا نهار ابيض لو اتصدت. الجمهور السنغالي يعمل تمثال لماني. والله يعمل تمثال لماني، مش مندي، لماني. مين؟ انا بصراحه يوسف النسير اللي هيشوط ليه. انا كنت عايز ابراهيم دياز. ابراهيم دياز كانت هتبقى احلى نهايه في الدنيا. كان ابراهيم دياز هو اللي يشوطها. هو ابراهيم دياز. هو ابراهيم دياز. بطل هنا، عندنا بطل هنا وبطل هنا، بغض النظر مين اللي هياخدها. قبل ضربه الجزاء ابراهيم دياز بطل ومندي بطل، بغض النظر مين اللي هياخدها. بجد ابراهيم دياز بطل، وماني اقصد ماني. ابراهيم دياز بطل وساديو ماني بطل. الاثنين. الاثنين. بس خلاص هي لو جت جون دي النهايه المنطقيه او النهايه يعني خلاص صحاب الارض بيكسبوا. انما لو ما جاتش جول بقى، ماني انا مش عارف ممكن يعمل، بس نشوف هتيجي جون ولا لا. ها يا ابراهيم دياز. ها يا ابراهيم دياز، خلصت خدت البطوله. هيجيبها جون. ها يلا ابراهيم، يلا ابراهيم. هي عايزاكوا، هي عايزاكوا، هي ضربه جزاء ليك. يلا هي عايزاكوا. ابراهيم دياز هيخش يجيبها جون. الماتش خلص، خدنا البطوله 6 جوال. هداف البطوله بطل المغرب، هو اللي عمل كل حاجه. يلا يلا ابراهيم دياز. يلا ابراهيم دياز. يلا يلا.
ما يلا بقى خلصونا بقى يا ماني، خلاص بطل رغي بقى يا ماني، سيبوه خلاص بقى يا ماني. ايه يا ماني عاوز ايه؟ ايه في ايه؟ هو مش هقول لهم على حاجه بره ليه؟ خلينا بس ضربه الجزاء. بيضغطوا. ابراهيم دياز انا حاسه صغير بس مش فارق معاه الكلام ده. يعني مش هيتهق، مش هيتأثر، مش هيخاف، مش هيجيب ورا. هو بص على الكرة مركز. يلا ابراهيم دياز، انا خلاص خلص الماتش، خلص يا ابراهيم، خد البطولة. ايه ده؟ ايه ده؟ شاطة وحش قوي. اتصدت. لا 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 والله بجد. الماتش ده مش ممكن. الماتش احنا في الدقيقة 114. ايه يا ابراهيم يا دياز اللي انت عملته ده؟ ايه يا ابراهيم يا دياز اللي انت عملته ده؟ البطولة كانت في ايدك. لعبها وحش قوي. ومندي صايع، مندي صايع وقارح. بص من الاخر والله العظيم البطولة دي لو اتاخدت، لو البطولة دي السنغال خدتها، ماني ده يعينوه رئيس ايه؟ قليل عليه رئيس جمهورية السنغال، بجد قليل عليه. لا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، لا 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 لا.